يسعد صباحكم أحبتي في الله، نهاركم عربي بالصلاة على النبي برضا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سامعين الصوت صلوا على النبي الأنام، صلوا بشفعنا يوم القيامة، حبيبي وشفيعي يا رسول الله. أحبتي في الله، ورجعنا لكم عن جديد مع أحلى وأغلى أصدقاء في الله. يشهد الله أني أحبكم في الله. الله يسعد لي جميع أوقاتكم يا رب العالمين. وبرغم كل الظروف اللي عايشينها هون الحمد لله، اليوم قررت إنه واحد يتحدى حاله وظروفه ويقوم يرجع يشتغل ويوقف على رجليه من أول وجديد. وهلأ قررنا بإذن الله تعالى اليوم بدي اساوي محاشي. طبعا عندي اكل من امبارح، صحن شي مو كتير يعني، فحبيت اني اسوي محاشي عن اليوم وبكره باذن الله تعالى. طبعا بس حطيت بتنجانه واحده كانت من هون مدري شو فيها، قمت احطها بالسكينه مثل هدول الكوسايات، سويتهم بالسكينه احطهم وصلتهم منيح، شلت الراس والكعب بيد الكوسايه. هون هلا عم بحفر، حفرت الكوساية هاي الظريفة كتير كبيرة، يعني ظريفة حجم عائلي، بس صدقا الكوسة اللي موجودة هون بالصدفة لا تلاقي كوساية صغيرة مثل هيك. هلا هي مقبولة يعني، بس نحن عنا تحت بالشام مو مقبولة. هي كنا نحطها الصراحة هلا تقطيع للأكلة إذا تعرفوها المغمومة أو اللبنية وهيك. ف سبحان الله هلا هون صرنا عم تساوي حجم العائلي للكوسة. هيك شوفوها طول البتنجانة، طول البتنجانة. يلا الله ديما نعمة يا رب يحفظها من الزوال. انا حفرت ثلاثة قلت لحتى اورجي بعدين احبابي، لانه طبعا انا بايد واحدة عم اشتغل وايد واحدة ما بستفق فلا هيك انا قلت بغسلون وبحفرون بعدين بنشوف تتبيلتهم كالعادة شو هي مع بعضنا. وان شاء الله تكونوا انتم بخير وحبايبكم بخير وكل اوقاتكم ان شاء الله كل الله يجعل خير اوقاتكم واوقاتنا يا رب العالمين. وهلا احبابي اصدقائي في الله، قطعت البصل والفلفله. هلا بدي احضر الحشوه المحاشي. هلا بدي احط زيت لحتى تتقلى معي تقلاي منيح. وقطعت بندورة مشان حط اياها هلا. هلا بدي احط لها ملح معلقة حسب الرغبة. كزبرة يابسة كمان حسب الرغبة. وهلا بعد ما استوت منيح منيح البسطة حضيف الماجي. حطيت 2 مكعبين ماجي، وبدي ضيف بسم الله رب البندورة شي قدر ملعقتين هيك يعني. انا بحب فيها البندورة كتير تكون، بس لحتى تطلع منها مواد حافظة. هلا ححط البندورة واستنى عليها لحتى تستوي منيح منيح وتنشف ميتها مزبوط مزبوط. بهالوقت انا نقعت الرزات وانا قطعت الخضرة، هي شوية زعتر نتفة وبقدونس، ما بدي كتر اكتر من هيك، على بين ما تتهوس معي البندورة وتتقلى مزبوط مزبوط.
تاخد تدي بشكل ودي مع كل هالمكونات. هدقلها راس ثوم تكون استوت، ضيفه بعدين نضيف الخضرة وضيف الرزات. بس هلا بدي اتركها هي حتى تاخد تدي بشكل ودي مشان ما يعني ضلب الصوص السلطة، بدي اخليها تنشف تماما. وهلا بعد ما استوت معي الصوص مزبوط، اخذت اسكب فوق منها الخضرة والثوم. هاي الخضرة والثوم. ليش خليت الثوم للاخير؟ خليت الثوم للاخير لانه يا يستوي مع الرز، ما بدي يستوي مع البصلة والثوم وهيك. البصلة بصل هي السلطة الصوص يعني. هذا الرز عم غسلته بس عم اطفيه وبحطه هون مشان ما يضل ولا نقطة. فليفلة كمان حطيت بقلب البصلة وفليفلة وبندورة، وهلا ورب البندورة وماجي وملح بهالصوص، وحطيت كمان بندورة فريش، وحطيت بقدونس وشوية صغيرة زعتر، شوية صغيرة زعتر اخضر فريش حتى تعطي يعني تغيير للطبخة من الطعم. يعني هي من الولاد مو زيادة فيها الطبخة صراحة، بس يعني انه بياكلوها، يعني بياكلوها اكتر من الفاصوليا. لهيك بحب اني اسوي هاي اكتر من الفاصوليا. امبارح كانت الفاصوليا موجودة بالبازار بس كانت غالية والله، كيلو ب100 ليرة عامل. يعني قلت واحد بيجيب شي طبختين بهال100 ليرة صراحة ما جبت. يعني بالبيم كيس ارخص من هيك. وهذا الطبخة صغيرة اذا واحد بيحب، اذا كونك بتاكل بس لحالك مثلا ما وفرت عائلتك ما بتاكل، ف عفوا على ازعاج الصوت. ففكري انك تجيبي طبخه لحالك، يعني اذا ما افرضت عائلتك ما بياكلوا بتحكايتي، فبجيب ايام من هالكيس بهالبيم وخلص ما بتعذب حالي. هلا حقلب كل هالمكونات كلها وشو هالريحه غرام. فيني تستعمل، انا بستعمل الوصفه بصراحه باليالنجي اللهم صل على الحبيب، صلى على الحبيب اخواتي الطم بطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي وشفيعي يا رسول الله. يعني انا بالصدق استعمل هاي الطبخه، هاي اكثر اوقات الصراحه حسيتها يعني طيبه يعني في بتعطيكي لذاذه، يعني مثل الرز واللي بحط كباب دجاج. انا يعني اللي بيعرفني ما بحب باكل لحمه انا ابدا بقلب الطبخ ولا شيء يعني. بقى حتى لقيتها اطيب بصراحه من كباب الدجاج، يعني لقيتها هي لما تحطي فيها حشائش لقيتها يعني صراحه اطيب بكثير من انه ولذاذه يعني صوص ومع رب البندوره وقد قصص هي. يعني كل واحد بترجع الشغله لإله. هلا بعد ما قطعت الثوم حطيت الثوم، هلا كمان هذا الراس بدي انقعه هون. لشو هذا الراس حبايبي بدي احطه مع الكوسيات. زايد عندي الكوسه كتير لقيتها كبيره وعريضه تفرض ضروري، هيك عطاني اياها والله. انه مقسوم راسها كمان، قمت انا قطعت راسها وحطيتها على جنب. قلت اذا زاد رز بحشيها وما زاد رز بدي بعضها. هاي الطنجره اللي كنت عم ساوي فيها لدعت هيك شوي خفيف، قمت قلبتها وهلا بدي اجريها وحط فيها الكوسيات. هيك بعد ما خلصت الحشوه هلا حاحشيها مع بعضنا بعض. بسم الله على بركه رسول الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بنبلش هلا. بدي يعني مو انه بدي اعبيها كلها لهون، يعني كلها لهون، لانه شو اكثر خضره. لو كانت لحمه كانت للنص بكفي، بس انه خضره اكثر من نص بشوي. حضرني هيك احشيهم لحتى اخلص الكميه كلياتها. طبعا بدي اخليها شوي
كمان، لانه مثل ما قلت لكم بعملها هيك، بنفضها هيك شوي، بعملها نفضه. طلعت لي الساعه تحت اغماء، بدي كمان اضيف لها. كل ما تعملي لها هيك بشوي بينزل الرزات، بتظبط الحشو. تمام هيك. هلا هيك تمام. لهون خليت لها، انه شفتوا خضره انه هي لهيك ما كتير اني دبكتها، ولا كتير انه خليتها فاضيه لهيك. هلا هحطها. في عندي القرن فليفله سويت نظفته من جواتها وبدي احشي. يا سلام على القرن فليفله. كانت حماتي امه خالته المرت ابوه لجوزي، اذا بساوي محاشي بصب الله وبصب الله تعمل لي. طبعا انا ما بحب الكوسه محاشي بقلبها فليفله. انا شو اللي انا بقول لها عشقي، يعني احشي كمان عشقي اني احشي الفليفله تعطيها، واني احط بقلبها كمان فليفله. هي شغله الي ترجع تيجي تقولي لا وما هيك، وانا ما بحب وانا ما بحب طعمة الفليفله بقلب المحاشي بتختلف. طب قلت لها هيك روحي ذوق، انا طبختها ببيتي الي يعني ولعائلتي يعني، وصبت لك الصحن يعني. لا تحطي ولا بقى تحطي وش اسمه مو طيبه، وما بتطلع طيبه، وما يعني بضل نفس الحكي ونفس الهي. طب يعني انا شي بحبه يعني وما صبت لك قرن فليفله، بس صبت لك المكوسيات بقى فيهم طعم فليفله. اي والله وهيك يعني على طول كنا كل ما نطبخ كوسه على نفس الكلام. وتعرفوا بقى الرجال اذا كان بقدرن شوي كمان بيعمل عليكي كمان. فالله يكون في العون. احسن شي كل مره يعني حالته هيك يعني مثل حالتي كنت يعني الحمد لله ما شاء الله. ما هيك ما ارجع لهديك الايام انه تاخذوني كمان. خالته مرت ابوه مو امه. امه بتبقى غير، بتبقى يعني احن. الام قد ما هي بتضل احن من الخاله مرت اب الصراحه. خاله مرت اب عندها كان تمييز يعني، وعندها هيك. فسبحان الله الام الله لا يحرم حدا امه. فكانت امه لجوزي يعني اول ما جوزته بعرف انه امه ميته. فوالله هيك سبحان الله بعد فتره طويله كمان امي توفت، وابي بعدها ب3 سنين الله يرحمهم. ونحن هن بديار الحق، نحن بديار الباطل. الله يرحمنا ويرحمهم يا رب العالمين. هلا هيك تمام. حتى الباذنجاني تمام يعني ما بتخوف يعني انه تشعبوه شوي صغير، ما بخالف انه البندوره بتدبل اللي هي بيدبل مو مثل الرز بيدبكى. اما الخضره سبحان الله بتدبل بنوب بنوب، بتعطي طعمه وطيابه غير شكل. حاحشي كل هدول وبنرجع حبايبي بنورجيكم اخر شي تطبيقه. خلصت حشي الكوسه، حطيت الثوم ربي البندوره واللي زادوا من الحشو حطيتهم. بتاكلوا مع المرقه يعني ما بيكفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك هاي غمره. هلا هيك بس غمره الميات وشويه ملح واتركها تاخذ تدي بشكل ودي. وعندي شويه هدول الجليات وبدي امسح الرخامه ونظف على بين ما نكون استوت معي طبختنا. هي معلقه ملح محترمه. وحاتركها احبابي في اللب تغلي تاخذ تدي بشكل ودي لحتى لحالها شو اسمه تتنهنى. بعدين بشيل هي ونتغدى سوا مع بعض. هلا بدي ننظف كل هدول واجدي وعلى بين ما تغلي الكوسيات. هلا شوي بهدي تحتها لحتى تستوي على مهلها. هي النهاية شي فاخر بالاخر. شوفوا لي على هذا بقولوا له نخاعات، اطيب من النخاعات. شوفي شلون طلعت من شي لزازة.
نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا احباب قلبي تغدوا معانا، تشرفونا بتنورونا. شي فاخر من جد، شي فاخر. هناخذ واحدة صغيرة من هني، هون حدي كلهم كبار، نغطى هيك. بسم الله. تفضلوا أحلى وسايل، أحلى متابعين، أصدقاء وأحبة في الله. عن جد شي غرام الغرام. عن جد شي على الأول. لا يعني طراية وغير الشكل. هيك كان غدانا لليوم. نقول الحمد لله رب العالمين، عفضل وعطاء ورضا. بقولكم أحبتي في الله، خلص هيك الفيديو. لا تنسوا من الاشتراك وتفعيل جرس الجرس، وتحطونا لايك وتعليق مثل حكايتكم هيك. أكابر مثل حكاية أصدقائي وأحبتي في الله الأكابر اللي بيعلقوا. الله يسعدكم يا رب ويديم عزكم، ويا رب هيك يناولكم لبالكم يا رب، يا رب العالمين. بقولكم هلا دمتم في خير، في أمان الله.